تعالوا نعمل مع بعض الرز المعمر بالسمنه والقشطه الفلاحي اللي هيرجعنا لذكريات ست وستك ولمه ودفى العيله. هنعمله بطريقه بسيطه في اقل من دقيقه. في الاول هنسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم. حضرت طاجن فخار وهملى نصه بس رز ابيض، بعدين هنزل بالرز يتغسل ويتنقع كويس جدا ويتصفى كويس جدا علشان خاطر ينزل اي نشا موجوده فيه. في نفس الطاجن هنزل بمعلقتين كبار من السمنه الفلاحي، هنزل عليهم بالرز بعد ما اتغسل وتصفى كويس جدا. بعدين هقلبهم تقليبه لحد ما الرز يتشرب السمنه كلها. بعدين هننزل باللبن الحليب اللي عليه قشطه وش اللبن، مقدار اللبن يغطي الرز، رشه ملح، ونقلب تقليبه وادخله الفرن المسخن مسبقا على درجه حراره 260 من تحت وشمعه واحده من فوق. واول ما يغلى هنوطي من تحت بالتدريج لحد ما يتشرب بالكامل وبس كده، وهيطلع معانا قشطه شارب قشطه، والطعم على كيفك. مستني رايكم في الكومنتات وقولوا لي حابين اعمل لكم ايه الفتره الجايه. في النهايه لو عجبك الفيديو صلي على النبي واضغط لايك وشير، ولو ما عجبكش صلي على النبي بس. القناه لسه في بدايتها، بدعمكم ان شاء الله هنوصل. والسلام عليكم.